Det kan, ja, nej, men så är det. Det är ju inte så många som skulle träffa. Nej. Jo, jag har en på mitt jobb som har en 16-åring, men hon är typ 15. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم تاني يوم العيد ونحن رايحين هلا على منطقة تانية مثل ما قلت لكم. هي كتير بنروحها وشفتوها كتير بالفيديوهات، فخليكم معي. وقبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. جينا اليوم لهون وفي تحدي رح نعمله وفي يعني شغلات كتيرة، فخليكن معنا بهذا الفيديو. جيت أنا والبنات لهون نغير جو. مثل ما شفتوا بالفيديو تبع امبارح كان بالبيت، ما طلعنا من البيت. صورنا بالبيت لأنه كانت حفلة مايا وإجوا رفقاتها وعملنا لها حفلة، فما قدرت أصور لكم كتير. بعتذر منكم لأنه بصراحة مثل ما قلت لكم ما حبوا يطلعوا بالكاميرا، فنحترم رأيهم. بس هذا اللي بدي أقوله. وهلأ خليكن معي صور لكم تاني يوم العيد وأجواء العيد بالسويد. مثل ما انتم شايفين هاي هي أجواء العيد هون. فحبيت صور لكم. جايين هون نحن على هذا المول، فيه كافيهات، فيه مطاعم، فيه كتير شغلات، فيه حتى ألعاب. في محل جديد كتير فاتح هون، محل جديد كتير حلو. بدي اخدكن عليه، بدي اقطع الطريق بسرعة قبل ما تفتح الإشارة. اسرعي. قطعنا يمكن ما كانت كتير واضحة، فمشان هيك لأنه مثل ما قلت لكم الإشارة فتحت. فشايفين هاي هي. هلا رح صور لكم جوا بالمول شو رح نشتري، شو رح نجيب، شو رح نعمل، وشو هو التحدي. فخليكن معي. وهلا صرنا بالمول، فراح اصور لكم كل شيء رح نشوفه، فخليكن معي. مثل ما شايفين في ناس كتير اليوم، كتير في عجقة. فهلا بس نفوت على شي محل رح صور لكم. فهلا رايحين رح نعمل تحدي مثل ما قلنا لكم، وتحدي هو جودي ومايا رح يختاروا لي ثياب ورح اجربهم. هالمرة رح نجرب ذوق مايا وذوق جودي، فهن رح يختاروا لي ستايل ورح جربه وشوف كيف يطلع، لانه انا كنت ناوية اشتري فاقترحوا علي هذا الاقتراح. فخليكن معنا وشوفوا شو رح مثل ما حكينا. بلش التحدي وبلشت مايا وجودي يختاروا. اخر شي رح فرجيكم اللبسة. رح البس لبسة مايا وفرجيكم اياها تكون رقم 1، ولبسة جودي رح تكون رقم 2 او العكس. فرح نشوف شو رح يختاروا. في شغلات كتير حلوة، فخليكن معنا. طبعا مثل ما انتم شايفين، مثل ما انتم شايفين هذا هو اللي اختاروا لي اياه. هذا اختارته مايا، وجودي اختارت هاد والبنطلون. انا اخترت لهم كمان هذا الفستان. هلا كمان رح اجرب هذا الفستان. هلا هو يمكن قياسه ما بعرف اذا قياس صح ولا غلط. اوكي، فهلا رح اجرب الفستان، بس بصراحة يعني اتوقع اغلى قياس غلط. انا ما بحب هاد يعني صفر، مستحيل. يمكن شوي يمكن الفستان يمكن 1%، بس اكيد مو اسود. بس هاد اللي اختارت لي اياه مايا انا ماني حابيته، حسيته مسمني عرضني. ما هلا بعرف جرب الفستان. يعني هن جابوا لي كل شيء عريض عريض عريض، ما بعرف ليش.
انا ندمت اللي عملت هالتحدي. فهلا هاد الفستان الثاني شايفين بيجي له هون حزام. خلينا نصور. لا خلينا نصور. بيجي له حزام. فيكم تتركوه هيك. شايفين؟ ما حبيت شيء. انا كثير حبيت. هلا انا اخترت هاي نفس موديل هاي شايفين. انا اخترت هاي، يعني اخذ وحده من التنتين تحت بضي او على جاكيت على بنطلون جينز بتطلع حلوه. هن اختاروا لي الوان ما بعرف، الوان كتير كئيبه وشتويه، فانا ما راح اخذهم، على الاغلب اخذ هاي او هاي. اوكي جايز، انا وليلي اخترنا لماما لبسه وطلعت كثير كيوت، بس ماما ما عجبتها. لا مو كيوت، ما حبيتها. اللون، القماشه، كل شيء ما حبيته. لا ما حبيته. وبايا نفس الشيء شتوي والاسود. انا ما بدي الوان فاتحه، بدي الوان صيفيه. فهلا رايحين نشوف شو رح نعمل ورح نصور لكم وخليكم معنا. فخليكم معنا، هلا رح ناخذكم معنا ورح نفرجيكم شغلات، شو رح نشتري، شو رح نجيب او شو رح ناكل. فرح ناخذكم معنا. هاي انا حامليتها طبعا، انا وليلي تعبت. هلا جايز اجينا على مطعم اسمه يلا حبيبي، ببيعوا شاورما دجاج، وطبعا هون عنا فري بالستاين للابد. طلبنا الشوربه. ولولو كبت على نفسها عزمتنا اليوم، بس معلش في داعي. يمكن الصوت مو كتير عالي، بس هلا رح ناكل نفس المطعم اللي بناكل فيه كل مرة. هذا المطعم نروح انا وانتو ونجيبهم. شايفين هذا هو السحر. شاورما، بطاطا محمرة، متبل، ويالنجي وتبولة. لولو دغري فات. في هذا النهر حبيت اصور لكم اياه تشوفوه معي مقابل. انتم شايفين هذا هو النهر مقابل المطعم اللي اكلنا فيه، ورح نروح على البيت. بس بالاول رح ناخذ ليلي اللعبة وبعدين رح نروح على البيت، هيك بكون خلص الفيديو. فخليكم معي. هلا اخر شيء رح نعمله هو رح ناخذ ليلي تلعب. هلا ما لعبنا ليلي بصراحة، سكرت. شايفين سكر كل شيء سكر. وهلا ايه، والساعة شايفين يعني صراحة نحن يعني مسكر كل شيء، كل الناس صارت تروح على البيت. جوا كان اغلبيته مسكر، يعني حتى يمكن نحن قبل ما نجي كانوا مسكرين، يعني فاغلبيته هون المحلات بتسكر على 17، يعني ما لحقت العبها، سكروا الساعة 6 ولسه شايفين الجو، يعني ما بعرف. فهلا رح نروح على البيت وخلص، يعني ما في شيء نسوي. شايفين الشوارع بلشت تفضى، فرايحين على البيت ورح انهي الفيديو لهين. لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد، وان شاء الله الفيديوهات الجاي تكون احلى واحلى.